الإبقاء على أثر القانون، الرفض مع إزالة آثار القانون، الرفض مع تسوية آثار القانون، ودي مسألة في غاية الأهمية في الميعاد الملزم اللي هو ال 15 يوم. الحاجة الحقيقة اللي عايزين برضو نعرضها بشكل على الناس كلها، احنا بنتكلم على أكتر من 540 قانون. القوانين دي برضو ما تخضناش العدد، لأنه العدد ده أغلبها قوانين تنظيمية لتسيير أمور الدولة، قوانين أصدرها رئيس الجمهورية، فيها تعيينات، فيها مدح أوسمة، فيها تعيينات سفراء، فيها ودي ممكن بالتلاوة تتقال ما أنا هاجي لحضرتك بقى في موضوع التلاوة. الحقيقة في النهاية في بعض القوانين بنسميها قوانين خاصة، وده اللي احنا الحقيقة حاولنا نعمله عندنا في حزب المصريين الأحرار، إن احنا بوبنا القوانين وعملنا لها كاتيجورايزيشن، كل قوانين تحت باب معين. فضل في الاخر مجموعه من القوانين ما تزيدش عن 20 قانون هي اللي فعلا تستاهل المناقشه الحقيقيه. احنا بنتكلم على قانون زي قانون الارهاب، زي قانون الاستثمار، قوانين المناطق الاقتصاديه الخاصه، قوانين زي الخدمه المدنيه، زي بعض الاصلاحات الضريبيه. هي دي القوانين فعلا اللي ممكن يكون فيها مناقشه. ولكن خليني اقول لحضراتكم مساله في غايه الاهميه، ان احنا لما نزلنا كل هذه القوانين تقريبا اكثر من 17,000 صفحه، 17,000 ورقه. والحقيقه القوانين في مجلس النواب معروف ان هي لازم تتلى. فكره ان تتلى القوانين في 15 يوم معناها ان احنا بنتكلم على اكثر من 1000 ورقه هيتم تلاوتهم يوم بعد يوم، وهي دي مساله اجرائيه في غايه الاهميه، ما نعرفش هنحلها ازاي. يعني المسألة حتى لو احنا عايزين نوافق على كل القوانين أو عايزين نناقش قانون واحد أو نص أو مادة في قانون، أنا بتخيل إن المسألة محتاجة توافق عام. ومسألة اللائحة زي ما قال عدلي بيه الحقيقة موضوع في غاية الأهمية، وإحنا شايفين إنه الموضوع فيه إشكالية مهمة، وخاصة في أول جلسة. الدستور بيحتم أو بيقر إنه المجلس ينتخب الرئيس والوكيلين، ولكن الحقيقه كيف ستتم اول جلسه؟ يعني اول جلسه الناس دي هتقسم القسم قدام مين؟ وباي لائحه؟ لانه الحقيقه يا فندم اللي بيحصل الاجراء ده ما هو ده اجراء عرفي يا فندم، او اجراء حسب اللائحه. اللائحه اللي موجوده في مجلس النواب لائحه اداريه. الدستور بيقر وبيؤكد ان تكون لائحه مصدره بقانون من المجلس، فاي مجلس هو اللي هيصدر القانون، والمجلس لن يتشكل ولا تتشكل لجانه. المساله فيها اشكاليه، انا بعتقد انه مهم جدا ان يتم تفسير ده. انا بشكر حضراتكم واسف على اي نوع من